جمعنا لكم اليوم مجموعة من المقاطع المميزة التي نتمنى أن تستحوذ على إعجابكم، فتابعونا لتتعرفوا عليها. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، هذه الحركات البهلوانية تحتاج إلى تدريب مكثف للغاية. وما رأيك أنت؟ خدع هذا الشخص الفئران عن طريق وضع قطعة من الطعام داخل الزيت خدعت هذه الفتاة صديقتها لإقناعها بالخروج من الغرفة لعمل مقلب فيها والكشف عن كمية المكياج التي تستخدمها. سئم هذا الحلاق من نوم الزبون المستمر، لذا قرر معاقبته عقابا جعله صاحيا. اعتمد صاحب الأرض هذا على المروحة لكي تقوم برش الماء بدلا من القيام بذلك بنفسه. تعب هذا الرجل من قيادة كرسيه المتحرك على الطريق، فقرر الاستعانة بهذه الشاحنة لإنجاز المهمة بدلا عنه. إذا مللت من انحناء ظهر طفلك أثناء المذاكرة، يمكنك اعتماد هذه الحيلة للإبقاء على العمود الفقري الخاص به مستقيما. كان هذا العريس أطول من اللازم من العروسة الخاصة به، مما يجعل صور الزفاف غير مناسبة، فقرر المصور الحفر في الرمل حتى يناسب الأطوال بين العريس والعروسة لالتقاط صور مميزة. بدلا من إغلاق الباب بشكل يدوي، اعتمد هؤلاء الشباب على زجاجة المياه لكي تقوم هي بإغلاق الباب بالنيابة عنهم. تدريبات الجيش الأمريكي هذه غريبة للغاية، أليس كذلك؟ عندما تشعر بالحر أثناء اليوم الدراسي، يمكنك ابتكار هذه المروحة التي ابتكرها صاحبنا هذا والحصول على الهواء دون استخدام يديك. انشغل هذا الرجل في سماع المباراة أكثر من اللازم، لدرجة أنه أفسد شعر الفتاة. يا للمصيبة! هذا الطفل عبقري، فليس هناك باب مغلق يستطيع أن يقف في طريقه. سئمت البكاء أثناء تقطيع البصل؟ حسنا، يمكنك ببساطة استخدام اللاصق لحماية عينيك أثناء التقطيع. اخترع هذا الشخص طاولة طعام متحركة، ويبدو أنه راضيا بها بشكل كبير. يملك هذا الرجل قلبا شجاعا ليتمكن من العبور بكل هذا الثبات داخل هذا الكم الهائل من المواصلات. لا داعي لأخذ وقت كثير في وضع كيس القمامة داخل الباسكت، فهذا الطفل أوجد لكم حلا سريعا. لاختصار الوقت، قام العمال بدحرجة العجلات للقيام بعملهم في أسرع وقت. هذه هي طريقة مبتكرة لرش الأرض الزراعية بالتنقيط إذا لم يكن لديك صنابير رش داخل الأرض. هذه طريقة مميزة لضغط العجلات. إذا لم يكن لديك سلم للوصول إلى السقف، يمكنك أن تستخدم هذا الحل العبقري. هذا هو واحد من أفضل قائدي الدراجات الذين بإمكانهم أن يتخطوا أصعب المنحدرات الصخرية الصعبة. يبدو أن هذه السيارة تحمل حملا أكثر مما تستطيع أن تتحمله في الحقيقة. هذا الطفل قرر جلب طبق الطعام الذي لا يستطيع أن يطوله من خلال الاعتماد على قطعة الكرتون التي يمتلكها في يديه. أما هذا الطباخ فبدلا من أن يقلب أسياخ الكفتة حتى تنضج، قرر أن يدحرجها لكي تتقلب وحدها تلقائيا على الفحم، مما يقلل المجهود المبذول في طهيها. إذا أرادت هذه الحمامة الدخول إلى عشها،
كل ما عليها فعله هو النزول إليه بواسطة الاعتماد على المصعد البدائي هذا. هل لديك الحماسة لتجرب هذه الأرجوحة الهوائية؟ أخبرنا بالأسفل في التعليقات إذا تجرأت. يساعد هذا الكلب صديقه في عبور الطريق عن طريق دفع الكرسي المتحرك الخاص به. يمتلك هذا الشخص مهارة بارعة في اللعب بالكرة وتسديدها على الزجاجة بشكل مباشر. من قال إنك بحاجة لفتح باب السيارة للنزول منها؟ هذا الشخص يمكنه النزول من النافذة على الفور. العمر ليس إلا رقما لا يعني أي شيء، فقط الصحة هي العامل المهم في الاستمتاع بالحياة. تمتلك هذه الفتاة مهارات حركية ممتازة بالرغم من صغر سنها. يستعرض هذا الشخص مهاراته في القيادة ويبدو أنه بارع فيها حقا. لا أحد يعلم لماذا تقف هذه السيارة في الطريق هكذا، فعلى ما يبدو أن السائق قرر أن يأخذ قيلولة في منتصف الطريق. قائد الشاحنة هذا اعتقد أنه يسوق دراجة نارية، لذا قرر القيام بمناورة ما بين السيارات بها. لدى هذا الشخص مهارة القيادة الخلفية للدراجة، كما لديه القدرة على القيام ببعض الحركات البهلوانية. يا للروعة! تمكن هذا اللاعب من إنقاذ فريقه من هدف كاد أن يودي في شباكه في اللحظات الأخيرة. لدى هذا العامل سرعة كبيرة في تقطيع اللحم. كاد هذا الكلب أن يلقى حتفه غرقا لولا أن تم إنقاذه في اللحظة الأخيرة. كذلك هذا الكلب كاد أن يدهس تحت عجلات الشاحنة لولا أن تم إنقاذه أيضا في اللحظة الأخيرة. يساعد هذا الكلب صديقه في تغيير الإضاءة، ويبدو أنه بارع في المساعدة. لدى هذه الأم طريقتها في إقناع طفلها بتناول الطعام دون أن ترهق نفسها بكثرة الحديث معه. بالرغم من أن الماسك سقط ويتدحرج بالقرب من السيارة، إلا أن السيارة لم تصب بأذى. اتخذ هذا الشخص سطح السيارة للاختباء، مما جعل الشرطة عاجزة عن إيجاده. ابتكر هذا الشخص ذلك المجسم لمساعدته في القيام ببعض الحركات البهلوانية. حقا إنه بارع. يمتلك فنان الشارع هذا مهارة تمثيلية احترافية تجعلك تعتقد أنك حقا أمام شخصين وليس شخصا واحدا. هل رأيت في السابق كيف تخرج الحشرة من جلدها؟ انظر. هذا الشخص لديه مهارة بدنية عالية، ولكنه للأسف خسر قبل خط النهاية بأمتار قليلة. يستخدم هذا الدراج العجلة لقيادة دراجته.
هذه لقطة مميزة لنشر شبكة الصيد في المياه. هذا المقطع يوضح لك مدى مهارة رجال الإطفاء في القيام بعملهم. يمتلك هذا الشخص مهارة مميزة في قيادة الدراجة. يخدع هذا الرجل الدجاج ليقوم باصطيادها دون تعب. إلى هنا